السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي احسن الظروف ان شاء الله. معكم معلمه سعاد من دار المعلمه دائما الجديد. بغيت نرحب بالمشتركين الجدد في قناتي ونشكر المتتبعين بصفه عامه. شكرا على التعليقات الزوينه ديالكم، شكرا على المشاركه ديالكم. مازال بغيتكم تعاونوني، مازال بغيتكم تزيدوا تشاركوا الفيديو اكثر واكثر. تشوفوا الفيديوهات كاملين، تشاركوهم مع الناس اللي عندهم اللي مهتمين بالفصاله والخياطه. بغيتكم تعاونوني على ان القناه تستمر وتزيد القدام ان شاء الله. العمل ديالنا اليوم هو نوع من الاعمال اللي كنقوموا بها في دار المعلمه، هو الطرز المسلول. الطرز اللي هو طرز راقي، طرز اصيل، ما شاء الله. يعني وطرز شويه مكلف، ماشي اي واحد كيقدر يديرو. ولهذا السبب احنا فاتحين دار المعلمه اولا باش نمكنوا اي واحد انه يلبس من صنعه يده. وكنشجعوا الناس يعني على انهم ما يبقاوش جالسين، يخدموا ويكون عندهم مدخول. وبغيت نقول لكم البنات، اللي عجبتكم هذه الخدمه وبغيتوا تتعلموها وكنتوا معنا في نفس المدينه اللي هي مدينه وزان، التحقوا بنا لدار المعلمه. نحط لكم الرقم التليفون والعنوان في صندوق الوصف. مرحبا والف مرحبا. تتعلموا الطرز المسلول ولا اي نوع ديال الطرز بغيتوه. كنتوا من المعجبين بالطرز المسلول وبغيتوا تخدموا به جليلبه ولا قفطان، تواصلوا معنا وحنا راه الاشاره نصاغبوها لكم ونوجدوها لكم ونصيفطوها لكم فيما كنتوا. بغيتوا تتعلموا عن بعد، ما عليكم الا تكتبوا لي في تعليق انكم بغيتوا تتعلموا هذه الصنعه ولا اي نوع ديال الصنعه، انا راه الاشاره. شعارنا في دار المعلمه البنات هو رحم الله من عمل عملا واتقنه. ما تنساوش، ما تبخلوش بالبارطاج، ما تنساوش التعليقات الزوينه. دمتم بخير والى الفيديو المقبل ان شاء الله. كنت معكم المعلمه سعاد من دار المعلمه، الى اللقاء.